القصة دي حصلت بالفعل. الفنان أحمد رزق بيقول: أنا عمري ما كنت بصدق في موضوع الجن والعفاريت، لكن اللي حصل لي في الشقة دي خلاني أؤمن إن في حاجات حوالينا ملهاش تفسير غير إنهم فعلا موجودين، وده سر عمري ما بحب أحكيه لحد قريب مني علشان مخوفوش. القصة بدأت بعد الثانوية العامة. أحمد قرر يدخل معهد الفنون المسرحية في اسكندرية. وقتها كان بيدور على شقة يسكن فيها مع صديقه خالد اللي دخل هندسة. اتفقوا ياخدوا شقة قريبة من المعهد. الشقة كانت كبيرة 4 أوض. صاحب البيت من أول يوم شدد عليهم: الأوضتين دول مقفولين، ما تفتحهمش مهما حصل، فيهم حاجات خاصة بيا. مرت الأيام عادي لحد ما في ليلة أحمد رجع لقى خالد فاتح أوضة من المقفولين وسكن فيها واحد صاحبه. قاله: يا خالد كده غلط، الراجل وصانا. رد خالد وهو مستهتر: يا عم ما لقيتش فيها حاجة، أوضة عادية يعني، سرير ودولاب، وانا رجعت عليها القفل جديد وخلاص. لكن من هنا بدأت الكارثة الحقيقية. أول ليلة الدخيل جه لأحمد ماسك قميصه مقطوع شرايط بالطول، وقال له: انت عملت كده، لو مش عايزني اقعد قول، بس ما تعملش الحركات دي. أحمد اتصدم وأقسم انه ما عملش حاجة، لكن الشك بقى يقتلهم. بعدها بيومين الدخيل جه وهو ماسك راديو البلاستيك سايح كأنه مولع فيه نار. قال بغضب: انت بتحاول تطلعني من الأوضة. ومشي بعدها وهو مرعوب وساب الشقة. فضل أحمد مش فاهم حاجة ولا فاهم ايه اللي بيحصل لحد الليلة اللي جه فيها صديقه الجديد في المعهد، محمود عبد المغني. سهروا مع بعض لحد الفجر، وأحمد عرض عليه يبات معاه. محمود قال: ما ينفعش انام في اوضتك وضايقك، هنام في الأوضة دي. وكانت الأوضة اللي صاحب البيت محذرهم منها. محمود دخل وبعدها بدقايق صرخ وخرج مفزوع، وشه كان شاحب وهو بيقول: انا سمعت صوت قبقاب ماشي في طرقة طويلة، والطرقة هنا قصيرة، وبعدين الباب اتفتح، ست شعرها ابيض منكوش لابسة فستان اسود دخلت الأوضة، وكانت ماسكة مقص وقطعت قميصي شرايط بالطول. أحمد اتصدم، خاصة لما دخل الأوضة معاه ولقوا القميص سليم زي ما هو. لكن الليلة ما خلصتش هنا. أحمد نفسه شافها، شعر أبيض منكوش، فستان اسود، وفي رقبتها عقد خرز أبيض، نفس اللي وصفه محمود بالظبط، لكن بالتفصيلة اللي محمود ما ذكرهاش. وقتها اتأكدوا انهم شايفين الست. فضلوا الليل كله برا الشقة، وقعدوا في قهوة سيد درويش لحد الصبح، شنطهم معاهم. ولما حكوا للسمسار الموضوع قال لهم السر اللي خباه. الست دي أخت صاحب البيت، كان عندها مرض عقلي، وهو حبسها في الأوضة دي من سنين طويلة. كل يوم كانت تقعد تخبط وتقص في هدومها بالمقص. ما كانتش بتشوف الدنيا غير من ورا باب مقفول، إلا لما يطلعها للحمام. لحد ما في يوم ولعت في نفسها وماتت جوه الأوضة. ومن ساعتها أي حد يفتح الأوضة يشوفها راجعة بمقصها تكمل اللي مخلصتوش.